شركة المهندس مانس للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة تعبئة السوائل اللزجة موديل 402. المكنة شغالة على ضغط الهواء، ما بتحتاجش الكهرباء. ضغط الهواء بيجي من وصلة من الكمبرسور على الفلتر ومنه على المكنة. النهاردة هنعبي كريم إزالة آثار الحروق في عبوة من خامة الألمنيوم المبطن داخليا. دي العبوة وده الغطاء الخاص بيها. المكنة بتدينا من 1 مللي لحد 50 مللي. بقدر اظبط الكميه عن طريق الرجلاج ده، بزود او اقلل حسب ما انا عايز. عندي دي الدواسه الخاصه بالمكنه، بدوس عليها المكنه بتشتغل، متوصله بوصلات هواء داخل المكنه. ده زرار امان او زرار ايقاف، لو دوست عليه الدواسه ما بتشتغلش، وده بيحمي لي المكنه من اي دوسه عرضيه بالخطا اثناء التشغيل. لازم ده يكون لبره عشان المكنه تشتغل. المكنه بتحتوي على ادوس من خامه لسان الستيل عالي الجوده لسعه اكتر من 7 لتر. عندي في ظهر المكنه في الخانق رقم 1 والخانق رقم 2، بقدر اظبط منهم سرعه الضخ الخاصه بالمكنه. لما بزود سرعه الضخ بتزيد معايا الانتاجيه بتاعه المكنه. هبتدي دلوقتي اجرب تجربه عمليه على التعبئه، واجيب العبوه احطها تحت النوزل وبدوس على الدواسه كده. تمت التعبئه. ادي شكل العبوه بعد ما اتعبت. خد في حدود ثانيه او ثانيه ونص، وده بيخليه الانتاجيه عاليه. المكنه بتعبي جميع انواع السوائل العاديه والسوائل اللزجه زي كريمات الجل، الطحينه، العسل، زبده الفول السوداني وجميع المواد اللزجه. اقدر اعبي عليها جميع انواع الزيوت الثقيله والخفيفه والسيرم، جميع المواد السائله الخفيفه والمواد المتطايره. المكنه حجمها بسيط، ما بتاخدش حيز معايا. مكنه تعبئه السوائل اللزجه موديل 402 قدمها لكم من شركه المهندس مانس للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. شرح مهندس احمد حسن، مدير فرع مدينه نصر.